السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار، وقراءة في ملخص لكتاب قوة عقلك الباطن، تأليف جوزيف ميرفي. حيث يعد كتاب قوة عقلك الباطن من أقوى الكتب التي تم تأليفها في مجال التنمية البشرية، فهو من أعظم المراجع الأساسية لهذا المجال الهام، حيث يدور الكتاب حول تعريف الفرد على إمكانياته الكامنة بداخله والتي لا يعرفها، وكيف إن كل إنسان يستطيع تحقيق أعظم الأعمال إن قام بمعرفة القوى التي توجد في عقله. وقام بتأليف الكتاب المؤلف الأيرلندي جوزيف ميرفي، ونصحبكم خلال هذه الملخص لهذا الكتاب في رحلة لاكتشاف قوة العقل الباطن وما يمكن أن يحققه من معجزات وتغييرات عظيمة في حياتك، وذلك على النحو التالي. حيث نقدم لمحة سريعة عن مؤلف هذا الكتاب الرائع. إن مؤلف كتاب قوة عقلك الباطن هو الكاتب الكبير جوزيف ميرفي، الذي ولد في أيرلندا في عام 1898، وتحديدا بمقاطعة تسمى كورك بضواحي أيرلندا. وقد تميز منذ صغره بالتفوق، ثم قام بالدراسة بعد أن أنهى المرحلة الثانوية بمعهد دراسات دينية، لكنه لم يستكمل تعليمه به وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو لا يملك إلا $5 فقط. وكان يهوي الكتابة والقراءة، وخاصة في مجال تنمية الشخصية واكتشاف الذات. وقام ميرفي بتأليف أكثر من 30 كتابا، معظمهم يدور حول تنمية الإنسان لنفسه، مما جعله أحد علماء التنمية البشرية. وتوفى ميرفي في عام 1981، ورغم هذا لا تزال إلى الآن كتبه يتم ترجمتها إلى لغات عديدة وتحقق أعلى الإيرادات في العالم. ما فكرة هذا الكتاب؟ حيث يعد كتاب قوة عقلك الباطن أهم كتاب في علم التنمية البشرية، ويعد أعظم كتاب في تاريخه. وتقوم الفكرة الأساسية في الكتاب على رحلة تأخذنا إلى الأعماق الخاصة بالشخصية والعقل الباطن من خلال مناقشة 20 قضية تخص العقل البشري. وهذه القضايا هي: القضية الأولى، وهي كيفية اكتشاف الكنوز التي توجد داخل الإنسان. القضية الثانية، كيف يتم عمل العقل. القضية الثالثة، العقل الباطن يستطيع أن يصنع المعجزات. القضية الرابعة، العقل قادر على شفاء الجسم من أي مرض، واستعراض هذا المفهوم عبر العصور. القضية الخامسة، كيف يستطيع العقل أن يشفي الجسم. القضية السادسة، الطريقة الصحيحة التي يستطيع بها العقل أن يشفي الجسم. القضية السابعة، أكثر ما يحب الحياة في الإنسان هو العقل الباطن. القضية الثامنة، الطريقة التي تستطيع بها أن تحصل على كل ما تريد. القضية التاسعة، حقق ثروة طائلة باستخدام قوة عقلك الباطن. القضية العاشرة، من حق كل إنسان أن يعيش غني. القضية 11، من أوائل شركاء النجاح هو العقل الباطن. القضية 12، علماء يستعينون بالعقل الباطن في نجاح تجاربهم. القضية 13، غرائب النوم والعقل الباطن. القضية 14، العقل الباطن يحل المشاكل الزوجية. القضية 15، الدور الذي يلعبه العقل الواعي في تحقيق السعادة. القضية 16، هو دور العقل الباطن في تحقيق الانسجام في العلاقات الإنسانية.
القضية 17: كيف تجعل عقلك الباطن يساعدك على التسامح؟ القضية 18: دور اللاوعي في إزالة أي عوائق عقلية. القضية 19: العقل الباطن يتم استخدامه لإزالة مخاوف الإنسان. القضية 20: الطريقة الأكيدة لكي تعيش بروح الشباب إلى نهاية عمرك. هكذا يتناول الكتاب هذه القضايا 20 من خلال تأكيده على معنى واحد فقط: إن للعقل قوة يمكن استخدامها والاستفادة منها. فيقول الكاتب في إحدى سطور كتابه: عليك أن تبدأ الآن في زراعة أفكار سعادة وسلام ورضا وسلوك صحيح. قم بالتفكير بهدوء واهتم بنفسك، وعلم العقل الواعي أن يتقبل تلك المفاهيم ويوصلها إلى داخلك. وإن فعلت ذلك تأكد أن الحصاد سوف يكون في حياتك وجسدك. وقد قام المؤلف بتشبيه الإنسان بالبستاني، والعقل هو البستان. فكلما زرعت شيئا بداخل بعقلك إيجابي سوف ينعكس ذلك على حياتك بأكملها. ويوضح لنا الكاتب العظيم جوزيف ميرفي من خلال هذا الكتاب إن كل إنسان يمتلك أعظم الإمكانات التي من الممكن أن تجعله ثري وسعيد في نفس الوقت، لكن بسبب عدم الثقة في النفس وتصدير أفكار سلبية وترسيخها في الذات نجد أننا لا نستطيع استغلال كل تلك الإمكانيات. لكن كتاب قوة عقلك الباطن يقدم لنا أهم 8 نصائح مؤكدة يتم من خلالها تنشيط كامل للعقل الباطن. وهي عليك عزيزي المستمع أن تقوم بمراقبة أفكارك جيدا، فلكل فعل رد فعل، وهذا قانون كوني. إذا كلما كانت الفكرة الإيجابية كان رد الفعل على حياتك بأكملها إيجابي. والمعادلة التي يركز عليها ميرفي في هذه النقطة هي أن الفكرة هي الفعل، واستجابة العقل الباطن لديك هي ردة الفعل. في هذه النقطة الهامة أثبت الكاتب أن العقل الباطن يستطيع أن يتحكم ويسيطر في كل العمليات الحيوية التي تحدث داخل الجسم. ليس هذا فقط، بل إن العقل الباطن لديه إجابة على أي سؤال وحل لكل مشكلة، وقد أثبت ذلك بالبرهان والدليل. عليك قبل أن تتوجه إلى النوم أن تقوم بإبلاغ عقلك الباطن بأن لديك طلب محدد، وأنك متأكد أن عقلك الباطن سوف يقوم بتلبية هذا الطلب. وليكن طلبك: أريد غدا أن أصنع معجزة. وعندما تصحو في الصباح قل لنفسك: بداية يوم المعجزة قد بدأت. وفي نهاية اليوم ستجد أن العقل الباطن استجاب وقمت فعلا بما كنت تعجز أن تفعله في الأيام السابقة. عليك أن تعلم عزيزي المستمع إن شعور الإحباط يأتي عندما لا تستطيع تحقيق رغباتك بسبب أنك قمت بوضع عقبات وصعوبات وتأخيرات حتى لا تنجزها في وقتها، وأنت من صدرت لعقلك الباطن أنك لن تستطيع أن تفعل هذا الشيء. لذلك عليك الإيمان بنفسك وتأكيد قدراتك لعقلك الباطن حتى تستطيع أن تصبح شيء معاني لمعاني الحياة. تستطيع أن تتدفق إلى حياتك بإيقاع وانسجام. إذا قلت لعقلك الواعي أنك تؤمن إن بداخلك قوة تسمى العقل الباطن، وتستطيع هذه القوة أن تقوم بنقلك من الصفر إلى القمة. إذا رددت تلك الجملة وأنت واعي سوف يكافئك عقلك الباطن ويمنحك أكثر مما تريد. عقلك الباطن هو الذي يتحكم في الرئتين والقلب، بل كل أجزاء الجسم، ويتحكم فيهم من خلال أشياء بسيطة، وهي شعورك بالتوتر أو الخوف أو القلق. لكن عندما تقوم بتغذية عقلك الباطن بأفكار إيجابية وتشعر بسلام نفسي، وتردد لنفسك إن رغم وجود مرض إنك سليم وسوف تصبح بخير، وسوف تتفاجأ بعد فترة
إن كل أجهزة جسدك عادت لتعمل بنظامها، وإنك تتمتع بقوة وصحة ليس لهم مثيل. وعليك دائما إشغال عقلك الواعي دائما في توقعات عظيمة. وهناك عملية ميكانيكية أثبتتها الأبحاث تقول إنك عندما تتوقع الأجمل في حياتك يقوم عقلك الباطن بنسخ هذه الفكرة إلى عدة نسخ، ويقوم بإرسالها بشكل ميكانيكي إلى باقي أجزاء الجسم. فبالتالي يصدق الجسم هذه الأفكار الإيجابية، فيشعر بسعادة ويقوم بمنحك نشاط أكبر. وتتوالد الأفكار في داخل العقل، فتستفيد أنت من غزارة هذه الأفكار، ومن ثم تحقق نجاحات لم تكن تتوقعها في حياتك. في النهاية قدم لنا الكاتب أعظم قاعدة لتنشيط العقل الباطن، وهي وصفة بسيطة تقول إن عليك كل يوم أن تخصص وقتا محددا تجلس فيه في مكان محبب إلى نفسك، سواء في بيتك أو خارجه، وترتدي أجمل الثياب، وتعد لنفسك المشروب المفضل، وتهيئ لنفسك الجو العام الذي تحبه وتشعر فيه باسترخاء. وفي هذه الجلسة الهادئة اطلق لخيالك العنان، فإن كنت تواجه مشكلة تخيل نهايتها السعيدة، وإن كنت تمر بفترة حزن تخيل أنك تخلصت منه وأصبح ذكرى. وهنا وعن دوام ذلك الفعل، ذلك سوف تنتقل من حالة جسمانية بشرية إلى طاقة نورانية ستنقلك إلى عالم آخر، ولكن ليس خيالي بل واقعي. وستجد أن هناك أمور كثيرة قد تغيرت إلى الأفضل، وهذا بسبب أن عقلك الباطن صدقك ثم قام بنفس عملية النسخ الميكانيكية، ومن ثم تحدث النتيجة المنشودة. ومن هنا ننتهي من عرض ملخص لهذا الكتاب الرائع، كتاب قوة عقلك الباطن لجوزيف ميرفي. كان معكم محمود جمال من قناة كتب مسموعة لكل الأعمار. ولا تنسى الإعجاب بالمحتوى والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.